البندول اللي حكينا عنه اليوم بالموضوع. هذا البندول وهذا الخيط، وعندنا هذا طار كناري. طريقة الفحص إذا يتحرك بهاي الطريقة يعني طار ذكر. هاي ايدي ثابتة، ايدي ثابتة، والبندول يتحرك مستقيم باتجاه الرأس واتجاه الذيل، يعني الطائر ذكر. طائر ذكر. نجرب على الأنثى. هاي الأنثى. نجرب على الأنثى. نثبت ايدينا، نثبت ايدنا. نجرب على الأنثى. لاحظ حركة البندول على شكل دوائر. حركة البندول على شكل دوائر يعني أنثى. اليد ثابتة، اليد ثابتة والجسم ثابت يعني أنثى. نجرب على غير طائر. جلوستر. نجرب على الطائر جلوستر. لاحظ عزيزي هاي حركة. هذا الطائر، هذا الطائر ذكر. نجرب على الطائر الثاني. ثبت البندول ونرفع البندول. يتحرك على شكل دوائر يعني أنثى. لاحظ حبيبي، هذا موضوع البندول اللي حكينا عنه. وهذا البندول، هذا البندول عبارة عن خيط. هذا البندول، صور البندول عبد الله حمودي، صور البندول حبيبي. هذا البندول عبارة عن خيط وسلك نحاس، سلك نحاس. شكرا جزيلا لكم، ويا ريت الكل يجرب، يا ريت الكل يجرب قبل لا اشكككم بالطريقة، وقبل لا نحكي ما مسوي سحر ولا نعلمكم فد شيء يعني مو زين. جرب ما تخسر شيء ان شاء الله، وان شاء الله تعمل فائدة والتوفيق للجميع.